تحديث جديد في الواتساب الرسمي، تحديث رائع جدا. الواتساب الرسمي عمل تحديث جديد واضاف ميزة رائعة جدا جدا، وهي الميزة انك تضيف صورة في الحالة بتاعتك، واول ما تضيف صورة في الحالة بتاعتك بيظهر لك ايقونة بتاعة الاصوات. يعني بيقول لك ايقونة الموسيقى، اضغط على ايقونة الموسيقى وانت بترفع الصورة بتاعتك، تضغط على ايقونة الموسيقى وتبدأ تحط الاغاني اللي انت بتحبها او القرآن اللي انت بتحب تسمعه او الاناشيد الدينيه. تعال نتعرف على الميزه. يعني بالبلدي كده، الميزه ديت خاصه بالرفع الصور على الحالات، تقدر تضيف عليهم اصوات سواء اغاني او قران او اناشيد دينيه بطريقه سهله وبسيطه. تمام. طبعا كل اللي انا عايزه منك تتابع معايا الفيديو وهوريك التحديث الرائع ده. تمام. كل اللي انا عايزه منك تمسك الموبايل بتاعك وتدخل على الواتساب الرسمي. هيبدأ يظهر معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام. هتبدأ تضغط على التحديثات، هتبدأ تظهر معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام. كل اللي عليك هتضغط على اضافة حالة. هنا طبعا بيبدأ يجيب لك ايه الصور والحاجات اللي انت هتحطها عندك. تمام. اختار اي صورة من الصور اللي انت هتحطها عندك على الحالة، وليكن ممكن اختار R012 دي مثلا، وليكن يعني. تمام. حطيت R012 مثلا. تمام. هتلاقي ايقونة ظهرت جديدة او علامة الموسيقى ظهرت جديدة فوق اهي زي ما انتم شايفينها. نبدأ نضغط عليها. تمام. بالشكل ده كده هيبدأ يدخلك على الموسيقى زي ما انتم شايفين، تبدأ تطلع كده وتدور براحتك. هتلاقي دي كلها ملفات صوتية اهيت. تمام. تقدر تحط اي موسيقى. تمام. ولكن انا الاول هوطي بس الصوت. عفوا طلع معايا، هضغط تاني. هوطي بس الصوت عشان حقوق الطبع والنشر. تمام. هوقف الصوت خالص. تمام. اهوت. بعد ما وقفت الصوت طبعا هنا لو ضغطت هيبدا الاغنيه تشتغل معاك او الصوت. تمام. ولكن انا طبعا ما بحبش الاغاني خالص. كل اللي عليا هاجي في البحث هنا، هبدا اكتب وليكن قران. تمام. قران. هيبدا يجيب لي ايه القران. هو قران بصوت جميل يريح القلب زي ما انتم شايفين. عفوا معلش بنزل كده فالتاتش بينزل معايا على طول. تمام. هاجي هنا تاني وهكتب قران مثلا اهوت. تمام. اهو ظهر معايا اهوت. هنا طبعا زي ما انتم شايفين اهوت، دي كلها تلاوات اهي قرانيه. تمام. زي ما انتم شايفين. وليكن انا بشغل كده وبسمع القرآن مثلا، الصورة ده عجبني أو اللي بيقرأ ده مثلا صوته عجبني مثلا، أو ممكن أختار ده مثلا، أو ممكن أختار ده مثلا، أو ممكن أختار ده مثلا. وليكن ده عجبتني، هبدأ أضغط على السهم ده كده. تمام. هتلاقي بدأت تنزل معايا زي ما أنتم شايفين أهوت، وبيبدأ شغال معاك. طبعا أنت بتختار حتة معينة تبدأ تضيف فيها أهوت. يعني أنا ممكن أجيب من الآخر عادي أهوت. تمام. وممكن أجيب من هنا عادي. تمام. مفيش أي مشكلة. تمام. زي ما أنتم شايفين أهوت. تمام. اهي الحالة منها بتتحط 15 ثانية، فهي ايه زي ما انتم شايفين. تبدأ بقى تحدد هنا. طيب عايز تغير، هتبدأ تضغط على الصورة ديت بتاع القرآن الكريم. صوت تقشعر له الأبدان. هضغط عليها تاني مثلا، وليكن مثلا هحط أي حد تاني. هضغط هنا وأحط مثلا حاجة تانية، أو هضغط هنا مثلا وهحط وليكن نشيد ديني مثلا. هاجي في البحث هنا هكتب نشيد ديني مثلا. تمام. هيبدأ يظهر ايه معايا نشيد مثلا ديني اهوت زي ما انتم شايفين اهوت. هيبدأ ايه يظهر معايا اهوت. ممكن اشغل كده واقعد اسمع واشوف النشيد اللي انا حابه. مثلا ممكن اروح حاطط ده كده، هيبدأ ينزل معايا. طبعا هجيب من اول الصورة بقى، هجيب من النص، هجيب من هنا. انت ليك 15 ثانية زي ما انتم شايفين اهو، محدد لك على 15 ثانية. بعد كده هبدأ اضغط على كلمة تم. هتبدأ ايه كده الموسيقى هتكون موجودة على الصورة اللي انت حاططها. ممكن مثلا اجي مجرد اللي انا هضغط كده على ارسال كده، هيبدا ايه يرفع معايا الحاله. تمام. زي ما انتم شايفينها. ولكن انا طبعا مش عايز ارفعها. تمام. هي بتنزل معايا هيك، مفيش اي مشكله. طيب لو انت بقى حضرتك ما لقيتش، هنضغط كده. طبعا هحذف بس الحاله الاول اهوت. تمام. طيب لو انت دخلت وحطيت مثلا وليكن الصوره اهيت، وجيت ما لقيتش العلامه بتاعت الموسيقى دي، يبقى ايه؟ يبقى كده التطبيق بتاعك عايز يتحدث. التطبيق بتاعك عايز يتحدث، يعني تحدث الواتساب الرسمي. طب احدثه ازاي؟ هتدخل على المتجر بلاي وهتيجي هنا في البحث وهتبدا تكتب واتساب اهو. تمام. هيظهر معاك واتساب ماسنجر، هتضغط عليه. هتبدا تضغط على واتساب ماسنجر. لو جاب لك كلمة فتح يبقى كده النسخة بتاعتك متحدثة وهتلاقي الميزة دي موجودة. طيب لو جاب لك بدل كلمة فتح هنا
جاب لك كلمه تحديث، هتضغط على تحديث هيبدا يتحدث معاك عشان تلاقي الميزه اللي نزلت معاك في النسخه المتحدثه او اخر اصدار الواتساب ماسنجر. تمام، اتمنى اكون وصلت لكم المعلومه بشكل سريع. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل. اشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم.